السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناة يوميات صادق حجازي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يوم جديد بفيديو جديد هنشوف فيه مكونات ومواصفات وسعر سكوتر هندي البونبوناية من شركة تي في اس. هنشوف مع بعض مواصفاته ايه، هنشوف مع بعض مكوناته ايه، هنشوف مع بعض سعره النهارده عامل كام في معرض الباجور، مركز الباجور، محافظة المنوفية، عند اخوكم صادق حجازي. اول حاجة هنبدأ بيها وهو اسم المنتج اللي قدام حضرتك ده. المنتج ده اسمه سكوتر تي في اس اكس ال 100. تي في اس شركة هندية، اكس ال 100 الموتور 100 سي سي. يعني السكوتر اللي قدام حضرتك ده سكوتر موتور وكمان بنزين، ولكن اوتوماتيك. لو حضرتك سن حضرتك كبير، راجل يعني كبير، وعاوز وسيلة تقضي غرضي، ووسيلة بدل ما اطلب من كل ما احتاج حاجة اطلب من حد، وعاوز وسيلة سهلة واستخدامها سهل، وانا ما اتعلمتش سواقة قبل كده او ما سوقتش موتوسيكلات قبل كده، يبقى السكوتر ده استخدامه سهل جدا. لو حضرتك ما ركبتش موتوسيكلات قبل كده، وخامة هندية عالية جدا، كل جزء فيه صاج، يعني لو حد وقعه على الارض او في الجنب مش فبر يتخبط او يبوظ او يتشرخ. خامة هندية لا يعلى عليها. تي في اس هندي، سكوتر اوتوماتيك بنزين. التانك بتاعه بياخد 4 لتر بنزين ولتر احتياطي، يعني 5 لتر بنزين. الموتور 100 سي سي. الموتور 100 سي سي، منافلة ومارش، يعني بيشتغل منافلة وبيشتغل مارش. شكمان واحد اللي قدام حضرتك ده، اللي الكاميرا جايباه ده، شكمان واحد اهو. ادي السكوتر. على فكره يا جماعه، السكوتر ده بيشتغل دليفري. السكوتر ده اللي عنده شغل للدليفري بيشتغل دليفري. ازاي يا صادق؟ الشلته دي بتطلع الشلته طبعا جزئين زي ما حضرتك شايف. الشلته الخلفي ده بتطلع بمفتاح، وتحت الشلته صاج مسدود، بحط الصندوق بتاع الدليفري بتاعي هنا. او لو مش هتشتغل بيه دليفري اهو، شغال معاك 1000 الألف. الجنب مكتوب عليه اهو الحليه دي صاج اتش ال 100 من شركه تي في اس. الجنزير العلبه الكامله، جنزير ما هوش باين اهو، علبه الجنزير العلبه الكامله بياخد 900 جرام زيت، ما بياخدش كيلو، اقل من الكيلو ب100. اكسدام اهو. مساعد الامامي، ادي السكوتر من الامام شكله اهو، فانوس امامي، اشارات شمال ويمين، 2 مساعد امامي، فردة الكاوتش الامامي اللي هي ديت. طبعا الفرد الكاوتش سلوك الامامي والخلفي. الفرامل الامامية تيل عادية، والفرامل الخلفية تيل عادية. تانك اهو بياخد 4 لتر بنزين، مكتوب عليه تي في اس واللوجو بتاع الشركة، 4 لتر بنزين. الجدون الزاوية القايمة زي ما حضرتك شايف كده. عداد اهو مكتوب عليه تي في اس، والجزء الثاني فيه كونتاك 2 مفتاح. ودي الجدون كتلة يمين وكتلة شمال، مقبض يمين ومقبض شمال. المقبض اليمين الفرامل الامامي، والمقبض الشمال الفرامل الخلفي، لان السكوتر ده ما فيهوش دبرياش علشان ادي غيارات. السكوتر ده ما فيهوش دبرياش عشان ادي غيارات، هو فرامل خلفي وفرامل امامي فقط. اللي قدامك اهو مبسط، متين، خامة، سهل السواقة، خفيف، سهل التحكم لو حضرتك هتقع او يعني
مش قادر فعاوز حاجة خفيفة، هو ده سهل. وكل اللي قدامك ده اللون البيبسي ده كله صاج، يعني لو وقع على جنبه مش هينكسر ومش هيتشرخ ومش هيبوظ. وصيانته في مراكز الصيانة، وأي حد شغال فيه، أي ميكانيكي بيشتغل فيه عادي. راجل كبير، ست، بنت، بينفع كل الأعمار، وبينفع كل سواء راجل أو بنت أو ست، لأن أوتوماتيك وخامة عالية، ويكفي إن هو من شركة هندية. سكوتر هندي اكس ال 100 اوتوماتيك. الجنوط الكاوتشات سلك، الفرامل الامامي عاديه والفرامل الخلفيه عاديه. ينفع ديليفري، وينفع لراجل كبير لو حضرتك عاوز حاجه توديك مشاويرك وتقضي اغراضك، وما يبقاش سريع وما يبقاش تقيل ان انت تقدر توقفه برجلك. وينفع بنت تروح بها الدروس، وينفع ست تروح بها الوظيفه. مش سريع ولكن خامة عالية جدا. سكوتر تي في اس اكس ال 100 موجود عند صادق. اللون البيبسي اللي قدام الكاميرا ده، واللون الاسمر موجود ده، وموجود ده بفضل الله تعالى. موجود التي في اس بكل انواعها في معرض الباجور، مركز الباجور، محافظة المنوفية، عند اخوكم صادق حجازي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتدعموني بلايك وكومنت جميل منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.